كنت أقول لجياني كلما يكون هناك منافسة أفريقية دائما ما أريده أن يكون قريبا ومسلما للكأس للمنتصر بكأس الأمم الأفريقية، لأننا نريد لقارة أفريقيا أن تتعود على تلقي الجوائز والكؤوس من رئيس الفيفا. لذلك في المرة القادمة عام 2026 نحن سنكون متحمسين بالتأكيد، وربما من المفروض أن تعود هذه الكأس القارة الأفريقية. ملاحظتان فقط مرة أخرى. أساطيرنا الموجودون والذين جعلونا فخورين بهم في الماضي وفي تاريخ حافل بالإنجازات لديكم مكان خاص في قلبنا، فشكرا جزيلا لكم لكل ما قدمتموه. ونفس الأمر ينطبق على اللاعبين الذين سيمثلون بلدانهم في منتخباتهم ومن سيترشحون بالتأكيد لتمثيل قارة أفريقيا في كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. أظن بأن الأمر الحماسي هو أن المنتخب المغربي أبرز لنا، أولا جعلنا فخورين، ولكن أبرز لنا المنتخب المغربي بأنه فعلا منتخب أفريقي يمكن أن يبلغ نصف النهائي، وأصبح التفاؤل كبيرا جدا أنه في الكأس القادمة منتخب أفريقي سيذهب خطوة إضافية بعد نصف النهائي. شكرا جزيلا، تحية لكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، وأظن بأن مستقبل الكرة الأفريقية يبدو جيدا وإيجابيا. شكرا.